ما هو كده الموضوع مش طبيعي. فاكرين الشاب ايسن اللي كلمتكم عليه من فتره وعملنا فيديو عنه، اللي نزل القطب الجنوبي والسلطات التشيليه قبضت عليه واحتجزته هناك؟ وايوه، السلطات التشيليه اللي هي ملهاش علاقه اصلا بالقطب الجنوبي او بالقاره انتاركتيكا. بس في الوقت ده هم قبضوا عليه وما كانش فيه مبرر غير انهم في حاجه مش عايزينه يشوفها، او هو شافها اوريدي بس هم مش عايزينه يطلعها للناس. والشاب ده اللي قرر يسافر على مستوى قارات العالم كلها، وهو الوحيد اللي في التاريخ قدر يعمل كده لوحده بطيارته الخاصه. ولما احتجزوه هناك فضلوا الفتره دي كلها محتجزينه ومش عايزينه يطلع تاني. طبيعي انه بعد الموقف ده قلنا انه هيطلع بعد اسبوع، بعد اسبوعين هيسيبوه، والكلام ده كان بقاله حوالي شهرين، ومن 3 ايام فعلا سابوه وقالوا له هنطلق سراحك. بس الغريب هنا في الموضوع ان هم ركبوه سفينه متجهه على تشيلي وما رضيوش يدوا الطياره بتاعته الخاصه، وقالوا له انت صحتك مش كويسه عشان تسوق الطياره بتاعتك، وقالوا له هنبعت لك الطياره بتاعتك دي على تشيلي او الارجنتين حسب ما نشوف. بس النتيجه هنا ان هو مشي السفينه من غير الطياره بتاعته علشان يروح جوه تشيلي نفسها، مش جوه القطب الجنوبي اللي المفروض ان هو شاف فيه حاجه. وفعلا هو دلوقتي مع المحامي بتاعه وبيدرس الموقف علشان يرفع قضيه على دوله تشيلي